في هذه الحلقه ان شاء الله غادي تشوفوا واحد الفيلم من اروع الافلام الامريكيه في عالم الجريمه والاكشن. في اول انطباع ملي غادي تشوف هذا الشخص الا قلنا لاي واحد ان هذا الرجل هو القاتل الاكثر فتكا على الاطلاق غتكون متاكد باللي ما غاديش يصدق هذا الكلام، ولكن تم تاكيد ذلك ملي قام بمقاتله رجال القوات الخاصه بواحد المهارات اللي جد عاليه وتمكن من التغلب عليهم في ظرف وجيز. المميز في هذا الرجل انه خضع لتدريبات جد عاليه وكذلك عنده اساليب خاصه في التمويه من عناصر الشرطه وبطرق صعب تفسيرها. اثناء الرجوع ديالو للبيت كيحاول يشرح للزوجه ديالو الموقف اللي وقع له. عوض ما تسولو وتعرف شنو اللي وقع دون سابق انذار، والغريب في الامر انها دخلت معاه في قتال وعندها نيه تقتلو، لكن مع ذلك تمكن من الهرب محاوله البحث على مكان اكثر امان. والمفاجاه الكبيره كيتبين ان الزوجه ديالو عامله سريه، بالاضافه الى انه تم تصنيفه كشخص مبعوث عليه دوليا. محاوله تامين الحياه ديالو كيتوقف بالقرب من احد الجدران بحيث كيتوصل باتصال هاتفي مباشر عبر احد اللوح الالكترونيه. هذا الشخص كيقوم بتزويده بتوجيهات حول المكان اللي خاصو يمشي ليه بعد ما كيتحرر من جهه التعقب اللي كانت كتستعمل الشرطه لتعقب المسار ديالو. وفي نفس الوقت وبعد ما قامت الزوجه ديالو بمجموعه من الاتصالات والابحاث كتكتشف الهويه الحقيقيه لهذا الرجل، وفي هذه اللحظات كتحس بالخوف والتوتر. بعد الاتصال ديالها مع الرئيس المباشر قررت تيسير الاوامر وعطات الامر لوحده الامن باطلاق النار عليه بمجرد يشوفه، خوفا من التهديد اللي كيشكل خطر على حياتها. كيتمكن هذا الشخص من الوصول لصندوق الودائع المؤمن وفقا للتعليمات والتوجيهات اللي توصل بها، وكيلقى بعض العناصر اللي ما عندهاش في البدايه حتى قيمه بالنسبه ليه. ومن بين هذا التسجيل فيديو ديالو كيعرف من خلال داك التسجيل الحقيقه ديالو باللي حياته كانت مجرد لعبه وكيتباو باللي ماشي هو كيف كيظن. هذا التسجيل كيزيد يوضح ليه بزاف المعلومات حول المكان اللي خاصو يتوجه ليه من بعد. في هذا الاثناء كيضطر لاستعمال اسلوب تخفيف محاوله لتفادي المساحه الضوئيه، ولكن في ظرف وجيز تم اكتشاف ملامح وجهه، الامر اللي وجب عليه الهروب مره اخرى. بعد ما توفق في الهروب كيتلاقى بامراه كان كيحلم بها بشكل مستمر، كتدعي انها كتعرفو شكون هو وكتوعدو انها غتشرح له كل شيء. بالمساعده ديالها قدر يهرب من رجال الشرطه اللي كتواصل المطارده ديالو. في النهايه كيوصل الجهه المذكوره في التسجيل. اثناء الوصول كيلقى تسجيل واحد اخر كيكشف على الهويه والاسم ديالو الحقيقي اللي هو كارل هاور، اللي كان عضو سابق في قوات شرطه UFB انفصل عليها لانضمام المقاومه بعد لقاء مع امراه الاسم ديالها مورينا، نفس المراه اللي جات لعنده. بعد محاوله ربط الاحداث كيشكك هاور في صحه هذه المعلومات وكيقتنع. في الاخير مورينا من خلال اظهارها واش ما مماثله فيهم بزوج، وكتوضح ان السبب ديالها طلقه ناريه، يعني رصاصه مرت من بين يديهم بزوج تحت الضغط الممارس عليها من طرف المطارده اللي كانت من قبل. مورينا كتحاول تشرح ملابسات الحديث. تم مقاطعه الحديث ديالهم من طرف شرطه UFB اللي تمكنوا من تعقب الموقع ديالهم. اثناء محاولتهم الهرب كيحاول هاري اللي مثل انه صديق كارل بيقنعوا انه في حلم وخاصو يقتل مورينا. في لحظه ضعف كان غادي ينفذ الامر اللي طلبوا منه عنصر UFB، لكن ملي شاف دموع مورينا خلاته يعاود يفكر في القرار ديالو. كيقوم باطلاق النار على هاري وكيتمكنوا من الهروب مع بعض، وكتم المطارده ديالهم من قبل الزوجه السابقه اللي كتواجههم بسلسله من المعارك والهجومات، لكن المجهودات ديالها كتفشل مقابل المهارات والذكاء ديال هاري. واخيرا كيتمكنوا من الهرب وكيتوجهوا لقائد مقاومه مياز على امل استعاده معلومات حيويه مخزنه في ذاكره هاور واللي غتساعد في الاطاحه بالنظام القمعي بقياده العقيد كاجان. واثناء البحث كيكتشفوا تسجيل كيبين فيه كاجان انه قام بخداعهم باش يصدقوا بوجود رمز قتل زائف للوصول لموقع مياز. بواسطه هذا الجهاز الذكي والاوتوماتيكي يتمكنوا من اكتشاف مجموعه من الحقائق المزيفه قبل ما يتمكن الفريق من التحرك. كيقتحم كاجان والقوات اللي معه المكان الامن بدون رحمه وكيقتلوا اعضاء المقاومه دون استثناء. كيقوم كاجان بقتل مياز وكياخذ مورينا كرهينه وكيخلي هاور باش يتمكن من زرع ذكريات جديده ليه بهدف تحويله لجندي مخلص مره اخرى. بالاضافه ان كاجان ملي يتمكن من الوصول لجميع ملاجئ المقاومه كيخصص مجموعه من القوات ديالو للقضاء عليهم نهائيا. ومع ذلك كيبان حليف غير متوقع الاسم ديالو هامون صديق هاور اللي افتقدوه من وقت طويل وكيقوم بتحريره، ولكن كيتم الاغتيال ديالو في المعركه المواليه. كيندافع هاور القائد كاجان لمنع اباده المقاومه وانقاذ مورينا. هاور بسرعه كيستقل مركبه كهربائيه للوصول لقائد كاجان. بعد تحديد المكان تمكن من الوصول ديالو وكيقوم بزرع قنابل في كبسولات النقل وكينجح في ذلك. محاوله لاختراق المكان المتواجده فيه مورينا كيتمكن من انقاذها وكيقوموا مع بعض بمقاتله الجنود اثناء محاولتهم الهروب. بعد ما تمكنوا من قتل اخر جندي كتوصل المواجهه النهائيه. كيواجه هاور كاجان اللي تمكن في البدايه من التفوق عليه، لكن كتدخل مورينا كيمنع موج هاور وكيتمكنوا من الهروب بينما الانفجارات كتسيطر على القاعده. وفي سلسله من انهيارات كيسقط كاجان في الانفجار
الانفجار وكيتم تدميره نهائيا. خلال هذه المرحلة الطويلة من المعاناة وأثناء استشفائهم من هذه المحنة كتحاول زوجة هاور السابقة تقتل متخفية في هيئة مولينا، لكن هاور كيقوم بخداعها وكيطلق النار عليها، واخيرا كيجتمع هاور مع مولينا الحقيقية. وبهذه اللحظات الشيقة والمثيرة غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساوش إلا عجبكم المحتوى ديروا لايك سبسكرايب وكومونت.